المبارك ذكرى تأسيس الصحافة، وتصوراتي وإيماني أنه أنتم السلطة الرابعة اللي مؤمنين بها، وبصراحة ضحيتوا كثيرا وعملتوا كثيرا، وأتصور للصحافة النجفية كان لها دور بارز وفي تأسيس الصحافة العراقية. أنا أي سفير يجي، أي رئيس دولة يجي، أي رئيس وزراء من إجا، من دخلناه على المعرض الشمع، التماثيل الشمع، السفير السعودي من كان، دولة الرئيس، فأروح له أدلي بالصحفيين، أقول هذول صحفيين نجف وهالقد أعمارهم وهالقد تاريخهم وهالقد وضعهم. أجمل التهاني والتبريكات للأسرة الصحفية بعيدهم المبارك، ونحن نحتفي بالذكرى 155 لعيد الصحافة الوطني. نستذكر المواقف المشرفة والمتميزة للأسرة الصحفية في الدفاع عن العراق وعن مواقف العراق، وخاصة بعد 2003 عملية التغيير اللي صارت بعد 2003 دفع ثمنها بشكل كبير الأسرة الصحفية، راح من مئات الشهداء. فنحن متضامنين مع إخواننا بالأسرة الصحفية ونتمنى لهم التوفيق بعملهم، وإحنا كحكومة محلية من الداعمين نقابة الصحفيين، وأبوابنا مفتوحة لهم، وطلباتهم إن شاء الله هم شغالين يمني ويم السيد المحافظ، يعني من حيث العرصات من حيث الكذا. فإحنا إن شاء الله ماكو حواجز بيناتنا، إحنا أسرة واحدة كحكومة محلية وياكم كأسرة واحدة. فألف مبروك عليكم هذا العيد. شرفنا اليوم حضورنا بهذا المكان لتقديم التهنئة للإخوان الأعزاء الأسرة الصحفية بعيدهم المبارك إن شاء الله ال55 بعد ال100، حين عليهم باردة إن شاء الله 155 سنة توفيق مستمر ودائم، موفقين إن شاء الله. نتمنى لهم أن يكونون بأعلى المستويات من الرقي بالتعامل مع الحياة العامة للمواطنين، وهذا ديدنهم إن شاء الله بالنقد البناء لكل الظواهر السلبية والمراقبة الدقيقة والشريفة حقيقة على دوائر الدولة، وإظهار الحقوق العامة للمواطن والحريات العامة وأي تجاوزات عليها. وهذا اللي نلمسه حقيقة من الأسرة الصحفية في محافظة النجف، هي خير ممثل للصحافة العراقية إن شاء الله في هذه المحافظة. نتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله بعد قرن إضافي يعيشوا بنجاح دائم ومستمر. تمنياتنا لهم أيضا ولعوائلهم بالتوفيق والسلامة دائما. تهنئة قلبية لهذه الوجوه الصحفية النيرة، وجوه المهمات الصعبة، وجوه العمل في ساحات القتال، في ساحات العمل، في ساحات البناء. دائما وجود الصحفي في هذه الأماكن متواجد. اليوم نحتفل بهذا اليوم العيد الوطني 155 لذكرى الصحافة العراقية. نتمنى أن يتوج هذا اليوم بإقرار قانون حماية الصحفيين اللي هو في طاولة مجلس النواب، وكذلك قانون تقاعد الصحفيين كذلك في مجلس النواب. هذا تأتي من جهود ودعم ومبادرة الأستاذ مؤيد الله نقيب الصحافة العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، اللي بذل كل جهده في سبيل أن يهيئ الجو الملائم للصحفي بأن يعيش الحياة السعيدة. لذلك نراه بأنه أكد ويؤكد دائما بتحقيق السكن لكل صحفي، واحنا الحمد لله في محافظة النجف هيئنا البادرة الأولى، الوجبة الأولى، وزعنا 250 قطعة، وإن شاء الله ساعدنا خلال هذه الأيام راح نوزع المجمع الثاني 1750 قطعة ومجمع سكني. أهنئ الصحفيين في كل مكان في العراق وفي العالم بمناسبة ذكرى عيد الصحافة 155. يا ربي إن شاء الله يعيشون بسلام ويعيشون بطمأنينة، إن شاء الله تتحقق أمانيهم، إن شاء الله يتحقق قانون حماية الصحفيين. أتمنى لهم التواجد في كل مكان، إن شاء الله نشاط أكبر. أتمنى الاحترام والتقدير من قبل الجهات الأمنية، من الشارع المحلي، من كل الجهات، لأن الصحفي هو عبارة عن جندي مجهول يقف خلف الكواليس، ينقل الأخبار وينقل الأحداث
الأحداث بصورة حيادية. فأتمنى الجميع أن يفهم أن عمل الصحافة هو عمل حيادي وليس مؤسساتي ولا تابع لأي جهة. يعني فرصة طيبة أن يجتمع الصحفيون في عيدهم 155. أعتقد أن هذا العيد يؤشر لمرحلة طويلة من المعاناة ومن التعب ومن الجهد الذي بذله الإعلاميين في كل العراق. أتمنى أن ينال كل صحفي حقه في الوصول إلى المعلومة، وكذلك حقه في سكن لائق به بعد هذه السنين الطويلة. كل التهاني والتبريكات والحب والمودة لأبطال السلطة الرابعة ولرجالها بمناسبة الذكرى 155 لعيد مملكتهم، عيد الصحافة العراقية، ذلك الطود العظيم والكبير في سماء العراق الذي خلده شخصيات وأقلام وصحف وكثير من وسائل الإعلام ورجالها، شق لهم في سماء الإبداع وفي محيط الكلمة الأفق الواسع والمجال الرحب. فكانت كلماتهم وكانت مقالاتهم وكانت أخبارهم وتقاريرهم الفعل المؤثر على الساحة العراقية.